ليلة النصف من شعبان تضاهي ليلة القدر في شرفها وعظمتها. في أمال الشيخ الطوسي عن الصادق عليه السلام قال: سئل الباقر عليه السلام عن فضل ليلة النصف من شعبان فقال: هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر، فيها يمنح الله تعالى العباد فضله ويغفر لهم بمنه، فاجتهدوا في القربة إلى الله تعالى فيها، فإنها ليلة آل الله تعالى على نفسه ألا يرد سائلا له ما لم يسأل معصية. لاحظ شرفها يضاهي ليلة القدر. وإنها التي جعلها الله لنا أهل البيت بأزاء ما جعل ليلة القدر لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما أكرم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بليلة القدر أكرمنا أهل البيت، يقول الإمام الصادق عليه السلام، بليلة النصف من شعبان. فاجتهدوا في الدعاء والثناء على الله تعالى، فإنه من سبح الله تعالى فيها 100 مرة وحمده 100 مرة وكبره 100 مرة غفر الله تعالى ما سلف من معاصيه وقضى له حوائج الدنيا والآخرة. هذا سبب عظيم إذن لنيل العطايا الإلهية، وهو سبب كما ترى خاص في شهر شعبان وفي ليلة النصف من شعبان، ليس موجودا في غيره من الشهور. هذا الشهر زيارة مخصوصة للإمام الحسين عليه السلام، ليلة النصف من شعبان، التي ورد في فضلها أحاديث كثيرة، نقرأ واحدة منها عن علي بن الحسين وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: من أحب أن يصافحه 100,000 نبي و24,000 نبي، ومصافحة النبي كرامة ولطف ومنقبة، فإذا صافحه كل الأنبياء، فمن أحب أن يصافحه 100,000 نبي و24,000 نبي فليزر قبر أبي عبد الله الحسين ابن علي عليهما السلام في النصف من شعبان، فإن أرواح النبيين يستأذنون الله تعالى في زيارته، فيؤذن لهم، منهم 5 أولو العزم، حتى ال5 أولو العزم أيضا ممن يستأذن لزيارة الحسين عليه السلام في ليلة النصف من شعبان. هذه نماذج للأسباب.